بعمر 17 عاما تحول خياط بسيط إلى قائد أسطول بحري وقف في وجه القوى العظمى التي أرادت كسر هيبة الجزائر. إنه الرئيس حميدو ابن مدينة القصبة العتيقة. في عام 1807 احتلت فرنسا البرتغال فأجبر أسطولها على التحالف مع بريطانيا، لكن الجزائر حسمت الأمر، لا عبور دون إذن. بعدها بأشهر قليلة قاد الأميرال رودريغيز أسطولا برتغاليا من 8 سفن حربية ترافقه سفينتان بريطانيتان، فكان رد الرئيس حميدو الهجوم بضربات مدافعه الثقيلة. عطل أشرعة العدو ثم نفذ خدعة بارعة فتراجع جزء من أسطوله لإيهام البرتغاليين بالفرار. رودريغيز وقع في الفخ. بسرعة أطبق حميدو كماشة مدمرة لتندلع معركة شرسة. خلال ساعات استولى الجزائريون على 5 سفن وأغرقوا 3، بينما فرت السفن البريطانية. دفعت البرتغال جزية ضخمة وصارت السفن الأوروبية تهاب الإبحار في المحيط الأطلسي دون إذن. وهكذا ترسخ اسم الرئيس حميدو كأسطورة بحرية خالدة.